هو احنا بنصوم ونصلي عشان ربنا ولا عشان أمنا العذراء ست البنات وأم المعونة؟ تعالوا كده افتكر حكاية ناس صاموا وصلوا فجت لهم المعونة بشفاعة أمنا العذراء. بس قبل ما نحكي الحكاية تعالوا كده نركز في حتة مهمة قوي. هو احنا بنصوم ونصلي عشان ربنا ولا عشان أمنا العذراء؟ حتة مهمة لازم نبقى فاهمينها. الحقيقة إننا بنصوم ونصلي لرب المجد، لأنه العبادة والصوم والصلاة والشكر والطلبة وكل حاجة بتتقدم لربنا لكل المجد. أما أمنا العذراء فبنتشفع بيها، يعني بنطلب صلواتها عنا، يعني بنقول لربنا عشان خاطر العذراء، عشان هي مكانتها كبيرة قوي عندك يا رب، عشان خاطرها اسمع لنا. وبنقول العذراء كمان اطلبي عنا، قولي له كده انت كمان، ده انت ليكي دلة كبيرة عنده. يبقى حتى لما بنصوم صوم العذراء اللي اسمه صوم العذراء، يبقى ده احنا بنصومه للعذراء؟ لا، نخلي بالنا، احنا اي صيام في الكنيسة بيكون علشان نهذب الجسد ونقول له مش كل احتياجاتك مطلوبة ومجابة ومهمة، خلينا نركن الأكل والشرب على جنب ونتفرغ للصوم مع الصلاة مع التسبيح. عشان كده لو حد صايم بالأكل بس لكن مش بيصلي، في حاجة عايزة تتظبط. الحقيقة هو الصوم في حد ذاته ما هواش هدف، لكن الصوم بيخلينا نركن احتياجات الجسد على جنب ونهتم باحتياجات الروح، ونطلب طبعا طول الصوم شفاعة العذراء، ونتأمل في العذراء ست البنات، وكمان في الآخر نعايد بعيد العذراء عشان نفتكر العذراء ازاي عاشت جميلة جدا جدا جدا، فنتعلم منها ونطلب صلواتها لغاية ما نحصلها ونتقابل كلنا في السماء على خير. تعالوا نرجع بقى للقصة بتاعت الصوم. مين زمان صاموا؟ الحقيقة حصلت مشكلة كبيرة جدا وقت البابا 62 وهو البابا إبراهام ابن زرعة. الحقيقة الحاكم بتاع مصر جه وقال له احنا عندنا جبل كده اسمه الجبل الشرقي أو جبل المقطم، الحقيقة إنه عامل لنا مشكلة، وسمعنا إنه عندكم آية بتقول لو عندكم إيمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا لهناك فيطيعكم. حبة الخردل دي يعني حبة المستردة، يعني حاجة صغننة قوي كده. فقال له انتوا بقى بإيمانكم المفروض تنقلوا الجبل ده، ولو ما نقلتهوش أنا هقول إنه مفيش حاجة اسمها مسيحية، وأي حد يعتنق المسيحية خلاص كده هيصدر عليه حكم بالإعدام، لأنه بيعتنق ديانة ملهاش معنى. الحقيقة البابا إبراهام كان في أزمة، لأنه الحقيقة الآية موجودة، طب وبعدين نعمل إيه؟ بس في نفس الوقت المعجزة كبيرة قوي محتاجة صوم وصلاة. فالبابا الحقيقة اتصرف التصرف السليم اللي الكنيسة دايما تتصرفه، أعلن صوم وصلاة 3 أيام للشعب كله. وهو الحقيقة راح على مين؟ جري على كنيسة المعلقة يطلب شفاعة العذراء، يقول لها يا عذراء صلي معانا، صلي عنا يا عذراء، يا رب اقبل يا رب شعبك كله يا رب، عشان الناس تعرف انك اله حي وانك اله موجود. والحقيقة انه بعد 3 أيام صوم وصلاة قدام ربنا بشفاعة العذراء، ظهرت العذراء للأنبا إبراهام ابن زرعة وقالت له هتلاقي واحد اسمه سمعان الدباغ، هتلاقيه حامل جرة مية عشان هو بيحب يسقي الناس، وشغلته انه بيصلح الجزم. راجل بسيط جدا، لكن الراجل ده على بساطته عنده ايمان كبير جدا، خليه وسطيكم هو يصلي وانتوا تصلوا وراه، وانت كمان كبطرك ترشم الصليب الجبل هيتحرك. قال لها حاضر يا ست يا عذراء، وراح شاف القديس سمعان الخراز وقال له العذراء ظهرت لي وقالت كذا كذا، فقال له طيب حاضر انا هسمع كلام قداستك لانك البطرك، لكن ارجوك ما تقولش لحد اني انا اللي العذراء قالت لك عليا، خليني وسط الشعب هصلي وسطيهم. ده يبين اتضاع قديس سمعان الحقيقة. وصلوا الصلاة دي واتقال انه في كل كريا ليسون ومطانية سجود وهم قايمين، الشعب كله مجتمع بيصوم ويصلي ويعمل مطانيات وهم قايمين، الجبل كان بيتهز ويترفع من مكانه وينزل، لدرجة انه في رفعته من مكانه كانت الشمس بتبان من تحتيه، فمش مجرد زلزال، لا ده كان بيترفع بجد ويتنقل من مكانه، وتزحزح فعلا جبل المقطم من مكانه، وحصلت المعجزة، وأثبت الله أنه إله قادر على كل شيء، وأن إيمان الشعب والصلاة الجماعية والصوم يعمل المعجزات. الحقيقة أمنا العذراء هي أم المعونة، دايما اللي يتشفع بيها
ويطلب صلواتها عنا تصلي له، أصلها أصلا بتصلي لنا سواء طلبنا أو ما طلبناش. فشوفوا بقى الشاطر اللي ياخدها أمه ويطلب صلواتها ويقول لها صلي لي. ده احنا لما بنشوف حد قديس أو كويس وسطينا نقول له صلي لي، طب ما بال بقى العذراء أم المعونة وست كل البنات.